يمنى شو هدول الروايح الطيبة؟ والله ما بعرف، ما أدري والله إيش عم تطبخ. ريحة شانشون، سمرة، حليب. إيش عم تساوي قولتك؟ أكيد حبوب. حبوب؟ وأخيرا إيه والله، فوق رشة قرفة، بعدها جوز الهند، وبعدها الجوزات. والله دام قلبي، سلامة قلبك يا قلبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم جديد بمطبخ مذاق. اليوم رح نعمل حبوب الحليب إن شاء الله. بنحط نص كيلو حرطة بطنجرة، بنغمرها بالمي وبنحطها على النار. وبس غلت المي بنضيف لها ملعقة صغيرة ينسون وملعقة صغيرة سمرة، والحرطة نقعناها بالمي قبل بيوم. هيك ما بتاخد وقت كتير بالسلق. بس تشفت المي وصارت بهذا الشكل بتكون جاهزة. وأنا بجيب 3 كيلو حليب بغلي وبنضيف عليه 3/4 كمية الحرطة. احنا ما طبخناها فورا والحرطة بردت، مشان هيك كتلت على بعضها. بنحركة تحريكة وبنجيب البلندر نطحنها طحنتين 3. ممكن تطحنوا بس نص الكمية، ممكن تطحنوا الكمية كلها، أو ممكن ما تطحنوها أبدا. إذا طحنتوها بتطلع أطيب. فوق الحليب وتشغل النار ونحرك كل شوي لوقت ما يغلي ويسبق القوام. هالطبخة ما بدها نشا لأن الحرطة فيها نشا. وبس سبق القوام وصار هيك بنضيف السكر. نحن ضفنا كوب ونص وبنحرك. لا تذكر فين طالعين، لا أحب ولا دستور. اعملوا لايك، وإذا ما كنتم مشتركين اشتركوا، واكتبوا كم كلمة، واجبروا خاطرنا بتعليق حلو. ايش عم تستنوا؟ وبعد ما ندوق بنعدل السكر حسب الرغبة. اللي بيعمل لايك وشير وسبسكرايب رح تخليه يصير ملك القناة. وبس وصارت جاهزة للسكب. شفتوا شقد سهلة وسريعة وكتير مفيدة ومغذية. ممكن ينطبخ الحبوب بالمي بدل الحليب. ممكن تضيفوا الطعمات اللي بتحبوها، فانيلا، ما زهر، ما ورد. وبس برد. وإذا بدكم تاكلوه على أصول بترشوا رشة قرفة، وبعدين جوز الهند بتكتروا، وبالأخير الجوز. وما شاء الله جربوها وإن شاء الله رح تحبوها بالعافية.